صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل حال، وصباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو ده بالتحديد. النهاردة جايين بفيديو خفيف وظريف، ولو انتي محتارة في غدا النهاردة تعالى اوريكم عملنا ايه. تمام؟ نسمي بالرحمن كده. شوف معانا ايه. معايا هنا صينية نقطع فيها كده ايه بطاطس، ومعايا جزرتين كده، معايا فلفل رومي، ومعايا هنا اللهم صل على النبي، معايا كوسة. تمام؟ يبقى معايا في الصينية بطاطس وجزر وكوسة وفلفل رومي، وكمان معايا هنا نص قرن فلفل حامي وليمونة. هنشوف دلوقتي، بس اصبروا بس نشوف هنعمل ايه. هنعمل صينية بطاطس عظمة. تمام؟ الاول كده نقطع الخضار بتاعنا كويس، ومعايا هنا بقى ايه الليمون. تعالي بقى نشيل صينيه البطاطس ده على جنب. ومعايا هنا مقطعه هنا حوالي 3 بصلات مكعبات صغيره. لو عندك مفرمه تقدري تفرموهم في الكبه عادي جدا، بس احنا هنا قطعناهم على ايدينا مكعبات صغيره. هنا بقى جبت عليهم ايه، وكمان مقطعه عليهم 3 فصوص كده من الثوم، خرطهم كده بالسكين عادي جدا. وحطينا على البصل ليمونه، عصرنا كده ليمونه على البصل بتاعنا. نعمل ايه؟ ثواني بس خليكم معايا. نجيب بس البهارات بتاعتنا. فلفل اسمر وملح، كزبره ناشفه، وهنحط كمان رشه كاري ورشه كمون. تمام كده. هنبدا بقى هنا نظبط الملحنا، نحط بقى كزبره ناشفه والكمون والفلفل الاسمر ورشه الكاري. كل ده البهارات بتاعتنا على البصل. هندعك بقى البصل بتاعنا دي في البهارات كويس جدا. تمام؟ عشان هنتبل ايه، استني بس هنشوف. نقلب بقى البهارات كويس جدا زي ما قلت لكم في البصل. عايزه اقول لكم بقى، احنا مش هنعمل فراخ كامله، ولا هنجيب مثلا الاول هتشوفوا معايا. بس الاول كده جبت حوالي 3 معالق كبار من البصل ده، وحطيتهم كده على على صينيه البطاطس، عشان خاطر البطاطس تاخد من طعم ايه البصل. تمام كده. مع ان كده كده كله هينزل على بعضه. وكمان معايا هنا عودين من القرفة. تمام. تعالوا بقى هنا معانا ايه المفاجأة. كنا عندنا فراخ، كنا بنشيل بقى ايه، عارفين انتوا الرجوله بتاعت الفراخ والرقبان والكبد والقوانص والحاجات دي، كنا بنشيلهم في كيسه كده، بنجمعهم في كيسه في الفريزر. فايه محتارين بقى في الغدا نعمل ايه. فافتكرناهم بقى، فقلنا بقى ايه، طب ما تيجي نطلعهم ونعمل عليهم بقى ايه، نعملهم على صينيه بطاطس، وبالمره نضحك عليهم وتتقضى وخلاص. تمام كده. طبعا بهزر زي ما احنا شايفين كده. كنا برضو مجمعين زي ما قلت لكم الكبد والقوانص والرجوله والحاجات دي، وكان معاهم دبوسين والاجنحه والحاجات دي. تمام. محدش يتريق يقول ايه ده انت عامل الرجول الفراخ على صينيه البطاطس. عايزه اقول لكم في ناس بتروح تشتري اصلا رجول الفراخ دي مخصوص عشان خاطر تاكلهم. تمام. دعكناهم في البصل اللي احنا عملناهم ورصيناهم في الصينيه. تمام. وحطينا ايه اللهم صل على النبي، حطينا بقى يعني عصرنا ليمونه من فوق تاني، حطينا خل وحطينا ورق لوري، وكمان هننزل بقى ايه بعصير الطماطم. عايزه اقول لكم كمان اللي انا جبت مكعب من المرقه، دوبته كده في شويه ميه سخنه، وحطيتهم كده الاول على صينيه البطاطس قبل ما احط عصير الطماطم، عشان عارفين مكعب المرقه ما بيدوبش معايا بسرعه، فعشان كده بدوبه الاول في ميه سخنه. تمام. حطينا كده صينيه البطاطس على عين البوتاجاز عشان خاطر تغلي الاول، وهنا اول ما غلت ولعنا بقى الفور ونزلناها في الفرن. عملنا كمان شويه رز بشعريه جنب منيها، والسلطه بقى بتاعتنا الخضره بتاعتنا. عملنا خيار على طماطم على بصل، وبشرنا كمان جزرايه كده. الجزر دي بتدي طعم جميل جدا للسلطه، بتخلي السلطه مسكره كده وطعمها حلو.
بنحط ايه على السلطة؟ بنحط خل وملح وكمون وليمون، بنبهر كده ايه السلطة بتاعتنا كويس جدا. تمام. تقدري بقى تحطي فصين من التوم، هتدي طعم رهيب جدا 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 للسلطة. حطيت هنا كوباية من المية، احنا بنحب نحط للسلطة كوباية مية كده عشان تدي ايه مزازة اكتر كده للايه للسلطة. انا بحب نشرب مية السلطة بمعنى الاصح. تمام. هنا ادي الرز الشعرية بتاعنا بالفلفل وجميل، والسلطة الخضراء، وصينية البطاطس اهو بالشكل شايفين. عايزه اقول لكم بطاطس دايبه دوب دوب دوب، والفراخ بتاعتنا برضو الكبده والقوانص بقى زي ما قلت لكم، ورجول الفراخ دي. طبعا رجول الفراخ دي بنقشرها، بتبقى فيها جلد اصفر، بنقشرها ميه سخنه، وبنشيل اضافر وبننقعها في ميه وخل وليمون، بنخليها قشطه فله يا جماعه. ادي الغدا بتاع النهارده، صينية بقى البطاطس زي ما قلت لكم، والسلطة الخضراء، وخلي الليمون الاصفر الجميل ده، عايز اقول لكم احنا مخلينه في البيت. تمام. والرز بتاعنا المفلفل الجميل. يلا بقى وما تحتريش في الغدا، واتمنى بقى تجربوا الوصفة دي، ومع السلامة.